شخصيات حموية كردية. أعلام في سطور: البطل بسام حمشو، مسقط أول طائرة فانتوم في العالم، ومرعب الطائرات الإسرائيلية. منشورة بجريدة الفداء بالعدد الصادر 27 تشرين ثاني 2018. هو بسام بن عبد الله حمشو من مواليد حماة 1945. تابع دراسته في حماة وكان من زملائنا في شهادة دراسة ثانوية في ثانوية أبو الرشد، حيث حصلنا على شهادة الدراسة الثانوية عام 1963. انتسب في نفس العام إلى الكلية الجوية ليتخرج عام 1965 برتبة ملازم طيار. في عام 1968 تم ترفيعه إلى رتبة ملازم أول، وبعد تخرجه شارك في جميع العمليات الحربية ضد الطيران الإسرائيلي. في الأول من نيسان 1970 اخترق جدار الصوت فوق حيفا وطار على ارتفاع منخفض حتى كاد أن يلامس هوائيات التلفزيون فوق المنازل. في الثاني من نيسان 1977 اخترق سربا من طائرات الفانتوم الإسرائيلية المجال الجوي السوري، فتصدت لهم طائراتنا بقيادة طيارين الأبطال، ومنهم بسام حمشو الذي استطاع بطائرته الميج 21 إسقاط طائرة الفانتوم الإسرائيلية، والتي كانت في حينها فخر الصناعة الأمريكية، والتي دخلت المعارك لأول مرة. إن طائرة الفانتوم في حينها كانت متفوقة بكثير بمواصفاتها على طائرة ميج 21، كما كان يقودها طياران، وأن الطائرة التي أسقطها بسام حمشو كانت طائرة قائد السرب بقيادة الرائد جدعون ماجد، ومعه النقيب يني رحماني، اللذان عادا لاحقا إلى إسرائيل ضمن عملية تبادل أسرى في 4 حزيران 1974. فور هبوط بسام حمشو بطائرته في المطار العسكري تم نقله فورا إلى وزارة الدفاع، حيث تم منحه وزام الشجاعة من الدرجة الأولى، وتم ترفيعه استثنائيا إلى رتبة رقيب في نفس اليوم. بالنسبة للطيار الإسرائيلي جدعون ماجد، فقد رفض الطيار الإسرائيلي الرائد جدعون ماجد قائد السرب أن يتكلم بحرف واحد قبل أن يقابل بسام حمشو ويعرف منه كيفية إسقاطه لطائرة الفانتوم، وهي الطائرة الحديثة والمتقدمة والمتفوقة على الفانتوم بكثير من المواصفات. وحين شرح له بسام حمشو تكتيكه ومناورته، قام الطيار الإسرائيلي الرائد جدعون ماجد بتأدية التحية العسكرية إلى البطل بسام حمشو وأهداه مسدسه العسكري. انهالت الأوسمة على البطل بسام حمشو من كافة دول العالم وروسيا والدول الشرقية. من خلال طلعة تدريبية في 28 أيلول 1970 تعرضت طائرته لعطل طارئ، وقد حاول النزول بها بدلا من القفز بالمظلة، إلا أن القدر كان له بالمرصاد. شُرِع إلى مثواه الأخير في مدينة حمام بمسيرة جماهيرية وبموكب رسمي وشعبي مهيب. صدر مرسوم بأن يتم في كل مركز محافظة تسمية مدرسة وشارع باسمه تخليدا للذكرى. وفي حماة تم تسمية المدرسة والشارع في نفس الحي الذي عاش فيه، وهو حي البرازية. اي نعم. قال عنه إيهود باراك إن بسام حمشو هو اسم لن ينساه الصهاينة بشكل، لأنه قد بلغ عدد الطائرات الإسرائيلية التي أسقطها خلال حرب الاستنزاف 7 طائرات. تنويه: ثارت شكوك كثيرة بأن إسقاط طائرته أثناء طلعت مراقبة الأجواء كانت مقصودة من خلال تعطيل عصا القيادة، لأن اسمه لمع في سوريا هو تعطيل هيدروليك تبع عصا القيادة.
لأن اسمه لمع في سوريا والعالم بسبب كونه أسقط أول طائرة فانتوم في العالم، والتي كانت كما أوضحنا متفوقة على الميج 21، والتي كانت فخر الصناعة الأمريكية، والتي دخلت المعركة لأول مرة بعد خروجها من المعامل. هذا الأمر ليس مروقا لحافظ الأسد الذي لا يريد أن يصنع أي اسم غير اسمه في سوريا. لقد حاول النظام البائد في حينها أن ينسب إسقاط طائرة الفانتوم لغيره، إلا أن الأقمار الصناعية الروسية حددت بوضوح إسقاط بسام حمشو لطائرة الفانتوم. المحامي معتز المغازي.